تايسون اتهزم يا رجاله، واول مره يتهزم كانت بالقضيه، وكمان من واحد مش معروف. حصل امتى بقى الكلام ده وازاي ومين اللي غلبه؟ يلا بينا نعرف ده في حكايتنا النهارده. يوم 11 فبراير سنه 1990 في قبه طوكيو حصلت اهم واقوى مباراه في الفتره دي اللي بتغير تاريخ الملاكمه كلها، وبقت نقطه سوداء في سجل تايسون كمان، ودي لانها بتبقى اول خساره ليه في حياته في البوكسينج. تايسون ساعتها كان بطل العالم في الوزن التقيل وهو بس 23 سنه، وكان موحد كمان كل الاحزمه ومش مغلوب نهائيا. طب انتوا عارفين كمان ان سجله الاحترافي كان 37 فوز 0 هزيمه، وال37 فوز دول منهم 33 بالقضيه. وملحوظه اضافيه، تايسون كان متصنف رقم 1 في الفتره دي في الملاكمه، ومش بس في فئه الوزن بتاعه، يعني مش في الوزن التقيل بس. ونيجي دلوقتي للملاكم المنافس لتايسون في الماتش الاسطوري ده، وهو ملاكم ما كانش معروف وقتها، وهو الملاكم جيمس باستر دوجلاس. دوجلاس ساعتها ما كانش انسب منافس لتايسون، وكمان دوجلاس واجه مشاكل كتير جدا قبل ماتشه مع تايسون وتحديات شخصيه قويه جدا. خد عندك بقى. واحد، والدته توفت قبل الماتش ب 23 يوم. 2، مراته كانت بتعاني من مرض شديد في الكلى واشتد عليها قبل الماتش. 3، بيجيله دور برد شديد جدا بيكسر عظمه قبل الماتش بيوم. ولو جينا نبص على الوضع العام هنلاقي ان كل الناس اصواتهم ورهاناتهم رايحه لتايسون طبعا، بالاضافه لان محللين المباراه قبل الماتش قالوا ان الماتش ده اخره 90 ثانيه، ده لو عرف يكملهم قصاد تايسون. جماعه المباراه دي في الكنافه، الراجل داخل يخسر من قبل ما يبدا يلعب اصلا. بتبدا المباراه، تايسون داخل بهجومه المعروف والشرس. تايسون بيهجم بغشوميه وشراسه شديده على دوجلاس علشان عاوز ينهي الماتش بسرعه ويلحق يروح بيتهم، وده طبعا لانه كان سهران ليلتها بالليل في حفله وما كانش في دماغه الماتش اللي تاني يوم، بيتعامل مع دوجلاس على انه لعيب شراب ومش فارقه معاه. وفي الركن التاني دوجلاس مش مقلق خالص لانه ما عندوش حاجه يخسرها اصلا، وبرغم كل الصعاب اللي واجهها نسي كل اللي فات وما بين اللي هو فيه دلوقتي، يعني عمل مبدأ الفصل بمعنى اصح. مش فارقه معاه بقى تايسون من غير تايسون، هو ملاكم زيه وهيلعبوا مع بعض واللي يحصل يحصل. فانت لو وصلت المرحله بتاعت دوجلاس مش هيبقى فارق معاك حاجه، لان انت كده اتعزلت عن الضغط اللي ممكن يبقى جواك. انا لازم ان انا اكسب، انا حاطط نفسي تحت ضغط عشان اكسب، انا لازم ان انا انتصر، انا لازم ان انا اعمل. انت كده فصلت، فانت بتلعب باستمتاع، بتلعب لمجرد البوكس، في حب البوكس، بتلعب الاداء بتاعك اللي انت عايز تبقى راضي عن نفسك وانت بتلعبه، فبالتالي بتطلع احسن ما عندك. ادائك بيبقى مرن ومش متنشن، وده اللي شفناه بعينينا لما دوجلاس عمله على الحلقه. دوجلاس كان مسيطر في الجولات الاولى لدرجه ان من كتر ضربه في تايسون عين تايسون الشمال قفلت. والحاجه الغريبه هنا يا جماعه ان الركن او الجهاز الطبي اللي مع تايسون ما كانش معاه الادوات اللازمه لمعالجه الورم اللي حصل لتايسون في الماتش، وده لاننا زي ما اتكلمنا من شويه ان الناس ما كانتش عامله حسابها ان الوضع هيوصل لكده اصلا. الماتش ماشي يا جماعه ان دوجلاس مسيطر على معظم الجولات، مش بس انه كسب جوله ولا جولتين في الاول وبعد كده تايسون رجع، لا يا جماعه الماتش ماشي لدوجلاس، هو مسيطر على معظم الماتش. حتى لما تايسون في اخر الجوله الثامنه وقعه بالابر كات كان دوجلاس هو اللي محاصره في الكورنر ونازل فيه ضرب، وبالرغم ان دوجلاس وقع الا انه قام وسيطر على تايسون تاني في الجوله التاسعه لغايه لما قفل له عينه تماما. في الجوله العاشره بتحصل صدمه لكل العالم اللي بيتفرج على المباراه، حتى التاريخ نفسه اتصدم من اللي حصل. اصغر واشرس واكتر بطل مرعب في الوزن التقيل بيقع بالهوك بتاع دوجلاس قاضيه على الحلقه، وبكده في اللحظه دي دوجلاس بيبقى بطل العالم للوزن التقيل بلا منازع. Why did you win this fight that nobody on the planet gave you? His mother. In what way? God bless her heart. تعالوا مع بعض نحكي كلمتين. لو انت فاكر انك جاي الحياه دي كل حاجه بالنسبه لك هتلاقيها سهله وميسره يبقى انت غلطان. الحياه اللي احنا عايشينها دي عباره عن سلسله من الاختبارات، ده انا شايف ان الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي فتره اختبارات شديده جدا، والاختبارات اللي بنمر بيها بتبين معدننا الحقيقي. وبما ان كل واحد فينا بطل قصته، فان نجح لنفسه وان فشل فهو لنفسه برضه. بين لربك ولنفسك اولا، وبين للعالم ثانيا ايه هو معدنك الحقيقي وقد ايه هو غالي، وخليك دايما فاكر انك بطل قصتك.